ما هي السترة؟ السترة هي الشيء الذي يضعه المصلي أمامه في الصلاة لكي لا يمر أحد أمامه، وارتفاع السترة هو شبر أو شبرين أو أكثر إذا أراد. وتوضع السترة على بعد 3 أذرع من المصلي، وتبعد عن موضع سجوده ما يقارب ممر شاة. وإذا أراد أحد أن يمر بينك وبين السترة فإنك تمنعه بيدك قدر المستطاع، وحتى لو تكرر منه ذلك فإنك تمنعه. فإن أصر فإنك تتقدم إلى السترة لكي يمر هو من ورائك، كما فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم عندما أرادت دابة أن تمر بين يديه فدافعها حتى ألصق بطنه بالجدار فمرت هي من ورائه. وهذه الحركة لا تضر المصلي لأنها من مصلحة الصلاة، ولنا فيها قدوة برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. السترة. قال الإمام الشوكاني معلقا على حديث أبي سعيد السابق: إذا صلى أحدكم فليصل إلى سترة وليدن منها، فيه أن اتخاذ السترة واجب. اتخاذ السترة إيه؟ حتى لو كنت إيه؟ وحدك. وقال الشوكاني رحمه الله: وأكثر الأحاديث مشتملة على الأمر بها. الكلام مع بعضه بقى اهو، أصول الفقه مع الفقه اهو. وظاهر الأمر الوجوب، فإن وجد ما يصرف هذا الأوامر عن الوجوب إلى الندب فذاك، ولا يصلح للصرف شيء. كلام شوف الفقه مع أصول الايه، بيقول القاعدة إن الأصل إن الأمر الايه هو الوجوب، ولو فيه صارف يصرف، وما فيش ايه صارف يبقى الامر الايه الوجوب. ولا يصلح للصرف قوله: فانه لا يضره ما مر بين يديه، لان تجلب المصلي لما يضره في صلاته ويذهب بعد اجرها واجب عليه. يعني المصلي الحاجه اللي هي هتضره في صلاته وتخلي الاجر شيء منه يذهب، واجب عليه ان يتلافاه، وهو يتلافاه بالايه بالستره. يبقى الستره ايه واجبه. ومما يؤكد وجوبه، ده كله كلام مين؟ الشوكاني. يبقى قال حديث ابي سعيد يأمر ان هي ايه بالسترة فيها واجبة، وقال ان المسلم الحاجة اللي هي هتضيع الاجر بتاعه او هنخليه منشغل واجب ان هو ايه يدرأها ويدفعها، يبقى ده كمان للوجوب. قال ويؤكد الوجوب انها سبب شرعي لعدم بطلان الصلاة بمرور المرأة البالغة والحمار والكلب الاسود، كما صح ذلك في الحديث: ولمنع المر بين المرور بين يديه، وغير ذلك من الاحكام المرتبطه بالايه بصلاة. يبقى لو ما فيش ستره وحد من هذول مر يبقى الصلاه بطلت. لو في حد عايز يعدي يبقى تمنعه، فان ابى فلت ايه فلتقاتل. بيقول كل ده يؤكد ان الستره مالها واجبه. قال ولهذا، ما زال الكلام للشوكاني، ولهذا حرص السلف الصالح على السترة في صلاتهم، فجاءت أقوالهم وأفعالهم تطرى متتابعة كثيرة في الحث عليها والأمر بها والإنكار على من لم يصلي إليها. عن قرة بن إياس قال: رآني عمر وأنا أصلي بين أسطوانتين. الأسطوانة اللي هي الايه العمود اللي في الايه في المسجد، فأخذ بقفائي، خد بجابته من ورا، فأدناني إلى سترة فقال: صلي إليها. عمر عمره ما كان هيعمل كده إلا كان إيه الواجب. لو كان المستحب كان إيه كان ترك، وبقى ما يخلص يبقى إيه يقول له. لكن لما خده ولسه بيصلي ورخده، دل ذلك على إيه على الوجوب. وهذا أخرجه البخاري. الكلام ده الشوكاني بيقول أخرجه البخاري، وعلق عليه بصيغة الجزم. كلمة بصيغة الجزم لما تدرس في البخاري لدقة يعني زهدي وورعي،
يعني الكلام اللي كنا بنقوله في الاول اول ما اتكلمت، بيبقى عارف ان الراي فين، بس الادله والاختلاف قوي، ما يقولش، يقول هل في المساله كذا، ويحط بعض الاشياء اللي يبين لك هو رغبته ايه، ما يقولش الحكم فيها ايه، هو يقول لك هل كذا في الباب، ويحط التعليقات بتاعته بيبين رايه ويقول لك كل الاراء. لكن في بعض من الاشياء مع البخاري يجزم بها، زي ما قال التيمم ضربه واحده على خلاف العاده بتاعته، ليه؟ لقوه الايه؟ الدليل. الشوكاني بيقول هنا قال تعليقا بصيغه الجزم، يعني لما جاب دي البخاري جزم بانها ايه؟ واجبه، على عكس عادته لما يبقى الاختلاف قوي يبقى ما يصرحش بالايه؟ بالحكم. وعن ابن عمر قال إذا صلى أحدكم فليصلي إلى السترة وليدن منها كي لا يمر الشيطان أمامه. هو احنا بنشوف الشيطان؟ يبقى لو ما فيش سترة إيه اللي هيحصل؟ الشيطان هيمر. يبقى لما تبقى لوحدك تاخد برضو الايه؟ السترة، لأن الشيطان هيمر اهو. وأيضا الحديث صححه ابن أبي شيبة. وقال ابن مسعود 4 من الجفاء أن يصلي الرجل إلى غير سترة وأن يسمع المنادي ثم لا يجيبه. الخطورة هنا ايه؟ زي ما يجي النبي عليه السلام يقول ألا أدلكم بأكبر الكبائر؟ الإشراك بالله، ويقوم حاطط معاه أي حاجة، عقوق الوالدين أو قول الزور. لما يقرن الحاجة بشيء خطير تاخد نفس الحكم. فهنا بيقول ايه ابن مسعود 4 من الجفاء، وراح حاطط السترة مع اللي ما بيروحش يصلي ويسمع كلام المنادي. الخطورة هنا، الخطورة هنا بيقول 4 من الايه؟ اول واحدة من قالها ايه؟ ان يصلي الرجل الى غير ايه؟ وان يسمع المنادي ثم لا يجيبه. يبقى حط عدم اتخاذ السترة مع الايه؟ ودي الخطورة، ودي الخطورة. فانظر يا اخي القارئ هداني الله واياك كيف اتت الاوامر من النبي صلى الله عليه وسلم الذي طاعته طاعة لله وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، وكيف أمر أصحابه بما أمر به، حتى إن عمر الخليفة الراشد الذي هو منه هو يأتي لصحابي جليل وهو يصلي فيأخذ بقفاه ليدنيه إلى سترة يصلي إليها. وانظر إلى ابن مسعود كيف قرن صلاة الرجل إلى غير سترة مع سماع المؤذن ثم لا يجيب السامع. قرن عدم اتخاذ سترة مع عدم إجابة الإيه؟ وعن أنس قال لقد رأيت أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يبتدرون السواري عند المغرب. يبقى صحابك بتصلي الايه؟ هي السنة بتاع الايه؟ المغرب، حتى يخرج النبي صلى الله عليه وسلم. وفي رواية وهم كذلك يصلون ركعتين قبل المغرب. فهذا أنس يحكي عن الصحابة في هذا الوقت الضيق كيف يبتدرون السواري لصلاة الركعتين قبل المغرب. وعن نافع قال كان ابن عمر، نافع مولى ابن عمر إذا لم يجد سبيلا إلى السارية من سواري المسجد قال لي ولني ظهرك. مش لاقي كل السواري عمراني أو مش لاقي حاجة، يقول لي النافع إيه؟ ولني ظهرك عشان يتخذوا إيه؟ سترة. وكان سلمى بن الأكوع ينصب أحجارا في البرية في الصحراء، ما لقاش حاجة يعمل إيه؟ حط حجرة إيه؟ فوق بعض، فإذا أراد أن يصلي صلى إليها. في هذا الأثر بتاع مين؟ سلمى بن الأكوع لا فرق بين الصحاري والعمران، وظاهر الأحاديث السابقة وفعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم يؤيد ذلك كما نص عليه الشوكاني. اعلم أنه يستحب صلاة المصلي إلى سترة اتفاقا ولو لم يخش مارا. يعني لو أنت لوحدك بالليل، لو أنت ما فيش حد هيعدي من قدامك، خلافا لمالك وأطلق يجب من جدار أو من شيء شاخص، وعرض السترة أعجب إلى الإمام أحمد. هل الكلام السترة احنا قلنا هتبقى 46 سنتي ونص، قلنا نص متر، هل طول ولا هل عرض؟ ده الكلام اللي هيجي. قال ابن خزيمة بعد ذكره لبعض الأحاديث التي فيها الأمر باتخاذ السترة فهذه الأخبار كلها صحاح،
فقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم المصلي أن يستتر في صلاته. وعن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى إلى غير سترة وهو في فضاء على طول. الحديث يبقى إيه؟ لو صحيح كانت قرص المسألة كان بقى للندب على طول في التعليق، والحديث ضعيف كما نبه عليه الألباني في تمام المنة. وبرضه الشيخ ضعفه الشيخ، احنا قلنا مؤلف كتاب ايه؟ شيخ مشهور محدث، قال وهو عند ايضا في الضعيفة، وضعفه كثير غيره، ذكر كثير ضعفوا الايه؟ الاحاديث. قلت الشيخ مشهور بقى وعدم وجود البناء لا يمنع من اتخاذ السترة، وقد وقع التصريح بذلك في حديث ابن عباس. فعن ابن عباس قال يصلي الناس بمنى إلى غير جدار. وورد عنه من طريق آخر أنه قال ركزت العنزة بين يدي رسول الله بعرفات. العنزة هي العصا العوجة بس فيها حته حديدة من تحت، كان أنس كان إيه يرشقها للنبي عليه الصلاة والسلام في الإيه؟ في الصحراء، زي العصا العوجة بالظبط كده بس فيها إيه؟ حديدة، بيعمل إيه؟ يرشقها في الكلام. وصلى إليها والحمار من وراء العنزة. قلت لا يلزم من عدم الجدار عدم السترة، ولا أدري ما وجه الدليل في ذلك. نقول بعد ما تقدم هيقول كل اللي قال اللي فات بقى بيجمله. خطأ من يصلي ولم يستتر بسترة بين يديه حتى لو أمن مرور الناس. السؤال اللي بينقال على طول، أنا لوحدي في البيت، الست لوحدها في البيت، أنا في الغيط، ما حدش هيقول الكلام. خطأ يتضح لنا بوضوح. خطأ من يصلي ولم يستتر بسترة بين يديه حتى لو آمن مرور الناس أو كان في فضاء، ولا فرق بين مكة وغيرها في أحكام السترة على الإطلاق. واستحب بعض أهل العلم، اسمع كده بقى، اسمع، أن يجعل المصلي السترة إلى يمينه قليلا أو إلى شماله ولا يستقبلها استقبالا. شو بيرد بيقول ايه؟ كلمة واحدة بس، ولا دليل يصح في ذلك. ولا دليل يصح ايه في ذلك. يبقى المسألة ايه؟ ومن الجدير بالذكر أن مقدار السترة المجزئة التي تستر المصلي وتدفع عنه ضرر المار طول مؤخرة الرحل، ولا يجوز أن يكتفي المصلي في وقت الساعة بما دون ذلك. ودليله عن طلحة قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا وضع أحدكم بين يديه مثل مؤخرة الرحل فليصلي ولا يبالي من مر وراء ذلك بعد الايه؟ السترة. وعن عائشة قالت سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك عن ستر المصلي فقال كمؤخرة الرحل. وعن أبي ذر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام أحدكم يصلي فإنه يستره إذا كان بين يديه مثل آخرة الرحل، فإذا لم يكن بين يديه مثل آخرة الرحل فإنه يقطع صلاته الحمار والمرأة والكلب الايه؟ الأسود. وأهل العلم يرون أن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، والنبي صلى الله عليه وسلم سئل عما يجزي فلو كان يجزي أقل من ذلك لما جاز أن يؤخره عن وقت السؤال. والرحل مقداره ذراع كما صرح به عطاء وقتادة والثوري ونافع. والذراع من عند العظمة الأخيرة دي لآخر الصبع الوسطاني. كم بالضبط بقى؟ الذراع ما بين طرف المرفق إلى طرف الأصبع الوسطى، ويقدر ب46.2 سنتي. 46 سنتي و2 من ايه؟ من 10. يعني ايه؟ نص متر. نص متر. وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى إلى العنزة. لما النبي صلى إلى العنزة دي ادتنا فايدة، إن المقدار في الطول وليس في الايه؟ في العرض. إن المقدار بتاع العنزة فين؟ في الطول وليس في الايه؟ في العرض. ادتنا حاجة تانية كمان، لو واحد جه يصلي مثلا لايه؟ ترابيزه كده ولا حاجه، هيصلي الترابيزه بيجي في النص الترابيزه من الجزء من الاخير كده من عند الارض ما هيش واصله، فاضيه، يبقى لازم تصلي الحاجه تبقى بادئه من الايه؟ من الارض. عند رجل الكرسي دي هيصلي البتاعه دي، هيصلي اهو، ما يصليش في الايه؟ في النص او في النص كده. الكرسي ده تصلي بالنسبه للايه؟ لرجل الايه؟ الكرسي. يبقى ادتنا فائده ان الصلاه بالنسبه السترة بالنسبة للايه؟ للطول. وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى إلى العنزة والرمح ونحوهما، والمعلوم أنه من الدقة بمكان، وهذا يؤكد أن المقصود ببلوغ السترة ذراعا في الطول لا في الايه؟ لا في العرض. قال ابن خزيمة والدليل من أخبار النبي صلى الله عليه وسلم أنه أراد مثل آخرة الرحل في الطول لا في العرض قائم ثابت. منه إخبار النبي أنه كانت
تركز له الحربة يصلي إليها، وعرض الحربة لا يكون كعرض آخرة الإيه؟ الرحل. وقال أيضا: وفيه أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالاستتار بالسهم في الصلاة ما بان وثبت أنه صلى الله عليه وسلم أراد بالأمر بالاستتار بمثل آخرة الرحل في طولها لا في عرضها، وعليه فلا يجوز اتخاذ الخط سترة مع القدرة على اتخاذ غيره. المسألة الأخيرة في السترة أن المأموم لا تجب عليه سترة. المأموم لا تجب عليه إيه؟ والسترة بتاعته هي سترة الإيه؟ الإمام. وعليه لو حد عدى ما بين الصفوف ما في إيه؟ مشاكل، لأن سترتهم سترة الإيه؟ الإمام. والسترة في صلاة الجماعة من مسؤولية الإيه؟ الإمام. ولا يتوهم متوهم أن كل مصلي سترات المصلى الذي أمامه. حدش يفتكر ان السترة بتاع الصف الثاني الصف الاول والصف الثالث الصف الثاني، لا، الكل سترته الايه؟ الامام. فان ذلك لا يكون الا في الصف الاول، ثم انه يقتضي منع المار بين الصفوف، والدليل على خلافه. لو بيقول ان كل صف السترة بتاعته الصف اللي قبله، يبقى ده يقتضي يعني يستلزم حرمة المرور بين الايه؟ الصفوف، والامر على خلافه. يعني الامر بين الصفوف هذا ايه؟ جائز. يبقى دل ذلك ان الايه؟ ان الصف اللي قدام ما هو السترة الصف اللي ورا. شوف الدليل، شوف دقة العلماء. لو ان السترة بتاع الصف الخلفي اللي قدامه كان يبقى المرور ايه؟ بيمر بينه صف ممنوع. قال والامر بخلافه انك تمر، يبقى دل ان السترة بتاع الكل هي سترة الايه؟ الامام. عن ابن عباس قال: جئت انا والفضل على اتان انثى الحمار ورسول صلى الله عليه وسلم بعرفة، فمررنا على بعض الصف فنزلنا فتركناها ترتع، ودخلنا مع رسول الله في الصلاة. هو والفضل مشوا بين الصفوف لحد ما ايه؟ ما شافوا فرجة وصلوا. فلم يكن لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا، وكان يراهم من ورائي كما يراهم من ايه؟ من امامي. ولم يقل لهم من الصحابة ايه شيء. دل ذلك على ايه؟ انهم لما مروا السترة ايه؟ للامام، ما في مشاكل خالص. وفي رواية ان الاتان مرت بين يدي بعض الصف الاول، والحديث ذكره البخاري. الحمار كمان مر بين الايه؟ ها؟ هو الرواية الاولانية تركناها ترتع، خد بالك من كلامهم، هم اللي مروا. الرواية الثانية بقى ايه؟ والبخاري اخرجه البخاري في صحيحه. الرواية الثانية بيقول ايه؟ ان الاتان مرت بين يدي بعض الصف الاول. يبقى مين اللي مر كمان في الرواية بتاع البخاري دي؟ الحمار. ومع ذلك الصلاة مت ايه؟ وذلك فضل الله والحمد لله رب العالمين. فهذا ابن عباس والفضل يمران على حمار انثى بين يدي الصف. ذكرها هو بقى لما البخاري اللي قال يمران بالايه؟ بالحمار. خد الروايه الثانيه قال يمران بالحمار. الروايه الاولانيه قال ايه؟ فتركناها ترتع ومررنا. يبقى هم اللي ايه؟ اللي مروا. الثانيه بيقول بقى ايه؟ مررنا بالايه؟ بالاتان. راح بيتكلم الشيخ بقى بيقول: فهذا ابن عباس الفضل يمران على حمار انثى بين يدي الصف الاول، وهم راكبين الايه؟ الحمار. فلم يردهما احد من الصحابه، ولم ترد الاتان ايضا، ثم لم ينكر احد عليهم ذلك ولا النبي. فان قال قائل: من الممكن ان يكون النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلم بذلك، فيقال له: ان لم يكن راهما النبي بجانبه فقد راهما من خلفه. فقد قال: هل ترون قبلتها هنا؟ فوالله لا يخفى علي خشوعكم ولا ركوعكم، اني لاراكم من وراء ايه؟ وده في الصف الاول. خد بالك هم مروا في الصف الايه؟ الاول، يعني النبي ايه؟ شافهم. قال ابن عبد البر: حديث ابن عباس هذا يخص حديث ابي سعيد: اذا كان احدكم يصلي فلا يدع احد يمر بين يديه، فان ذلك مخصوص بالامام وبالمنفرد. الله على قول العلماء. شوف الكلام الجميل تاني. قال ابن عبد البر: حديث ابن عباس هذا بتاع الأتان يخص حديث أبي سعيد: إذا كان أحدكم يصلي فلا يدع أحد يمر بين يديه، فإن ذلك مخصوص بالإمام وبالإيه؟ بالمنفرد. أما بالجماعة لا، سترة الإمام سترة للإيه؟ للكل. فأما المأموم فلا يضره من مر بين يديه،
لحديث ابن عباس هذا، قال وهذا كله، اسمع بقى الكلام الجميل، وهذا كله لا خلاف فيه بين العلماء. وهذا كله لا خلاف بايه؟ طب لو حمار مادة كده بين الصفوف، اللي هيحصل للناس؟ في حاجة غير كده؟ هيقولوا جن جديد. هذا لا خلاف به بين الايه؟ العلماء. ومنه تعلم ان صلاة الجماعة صلاة واحدة بالعدد، لا انها صلوات بعدد من فيها. ولذا اكتفى، جاب الكلام ده منين يا شيخ محسن؟ انه اكتفى بسطرة واحدة. انه اكتفى بايه؟ يبقى مهما كانت العدد كانها صلاة فرض ايه؟ فرض واحد. ولو كان الصلوات لا يحتاج كل من فيها الى ايه؟ الى سطرة. فان لم يتخذ الامام سطرة فقد اساء. الامام ايه؟ اساء. وكان التقصير منه، ولا يجب على كل مأموم ان يتخذ سطرة لنفسه وان يمنع المار. الاسم كله على مين؟ ولذلك يصلون لكم فإن أصابوا فلكم ولهم، وإن أخطأوا فلكم وإيه؟ وعليه. مسألة: إذا قام المسبوق يقضي ما فاته مع الإمام خرج عن كونه مأموما، فماذا يفعل؟ الصلاة خلصت وكان في واحد مسبوق وقام يصلي لوحده، يعمل ايه لو كان الى غير سترة؟ المأموم ده يعمل ايه؟ الصلاة خلصت وهو قام يكمل صلاته وما فيش سترة، وسترة الإمام خلص، يعمل ايه؟ قال الإمام مالك: ولا بأس أن ينحاز الذي يقضي بعد سلام الإمام إلى ما قرب منه من الأساطين، جمع الأسطوانة، بين يديه وعن يمينه وعن يساره وإلى خلفه، يتخخر قليلا. هذا والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك.